واش فعلا قوة فاغنر تمردات على أوامر روسيا أمام دولة أوكرانيا؟ وعلاش الكثير من الدول تعتبر لهم قوة الفاغنر أنها هي السلاح الفتاك والأشد رعبا؟ وشكون هي قوى الفاغنر؟ وكيفاش السبب ديال التمرد ديالها والرئيس أو القائد اللي تيسيرها أو تيتحكم فيها؟ ما تنساش الدكة ديالك وحطها فوق طويبلة وسافر معايا. كلنا شاهدنا الحرب ما بين روسيا أوكرانيا والمخلفات ديالها اللي خلات على الصعيد الدولي أو العالمي. دولة روسيا ما كانتش تظن أنه الحرب غادي تمتد أو تاخذ هذه المدة أو هذه الوهلة الطويلة وما غاداش تسالي بسبب الإمدادات أو الأسلحة المتطورة وآخر ما كاين اللي تشمد الدول دولة أوكرانيا وخلات الجنود الروسيين ودولة روسيا تعاني في هذا الحرب. فهنا أكيد روسيا ما بقى لها سوى واحد الورقة اللي كانت تظن أنها رابحة واللي غتجيب لها الرانكد من دولة أوكرانيا، واللي هي قوى الفاغنر اللي تتحارب في 3 ديال القارات وما كاينش شي حرب اللي دخلت ليها وخرجات منها خاسرة. واحد المنظمة أو شركة عسكرية خاصة مجموعين فيها غير المقاتلين والمحاربين من العديد من الدول ومختصين فقط في التمنشير والحروب والقراءات التكتيكية اللي كتستعمل في الحروب ديالها، وما كايناش شي حرب اللي دخلت ليها وعانت منها أو خرجت منها خاسرة بفضل القوة اللي عندها والأسلحة المتطورة اللي عندها وبسبب الناس اللي كيبغيو الفلوس بزاف. يعني يعطيها الفلوس تكون معك في أي حرب وفي أي منطقة وهي كتمشي مع الطرف اللي كيعطي الفلوس بزاف، وقليل فين كتخسر في شي حرب أو تتراجع اللور، وربما ما كاينش شي مرة اللي خسرات في شي حرب أو تراجعات. والقائد ديالهم أو الرئيس ديالهم هو بريغوجين، وعقلوا على هذا بريغوجين، ودابا اللي غادي نرجعوا للشرح ديالو وغادي نعرفوا شكون هو. طباخ الرئيس الروسي واليد اليمنى ديالو، يعني قبل ما يولي رئيس من مدة طويلة بريغوجين كان هو الصديق ديالو والحليف ديالو وصاحبه ابار هادشي ديال الحكم وديال السياسة. قوى الفاغنر ملي مشاو لدولة أوكرانيا وبداو في الاكتساح ديالهم للمدن وقالوا أنهم كانوا قراب من الانتصار وباش يجيبوا الغلبة لدولة روسيا، إلى أنه المسؤولين الروسيين وبالضبط الرئيس القوات العسكرية ما بقاوش باغيين يمدوهم بالسلاح والموارد، إلى أنه بريغوجين خرج في مقطع فيديو تيقول فيه هادشي كامل اللي طاري فيه، وأنه إلى ما مدوش ليه السلاح والموارد الأولية والمواد الإسعافية أنه غادي يخرج من الحرب وغادي ينسحب وغادي يطلق حال أسرى أوكرانيين وغادي يخليهم في السبيل ديالهم وفي الحال ديالهم. Проблем никаких нету, санитарные борта уходят, проблем нет, все, что делает. أكيد من بعد هذا المقطع ديال الفيديو المسؤولين ديال روسيا ما تصنطوش للإيحاءات ديالو والتهديدات ديالو بأنه غادي يخرج من الحرب وما مدوه لا بسلاح لا بحتى حاجة. وهنا بريغوجين صديق الرئيس الروسي ما بان ليه غير ينفذ الوعد ديالو ويخرج من الحرب ويطلق حال الأسرى الأوكرانيين كيف ما قال، وهنا قرر باش يدخل بقوة الفاغنر اللي كانت صديقة أو حليفة لدولة روسيا أنه ينقلب عليها ويدخل الدولة ويشق الطريق ديالو للعاصمة الروسية باش يوصل للقصر ويتحاسب مع الرئيس الروسي بهذه الغارة الجوية اللي كانوا داروا ليه وتسبات في مقتل العديد من الجنود قوة الفاغنر، وكانت حتى هو غادا تفدي في الحياة ديالو. وعلاش داروا ليه هذا الكمين في دولة أوكرانيا؟ وأيضا باغي ينتقم من رئيس القوة العسكرية ديال روسيا بسبب هو اللي كان الشخص الأول
وراء تنفيذ هذه المغاره والسبب ديالها. لذلك تلهنا غنشوفوا هذه الحرب تنين غادا تخرج، والانقلاب من قوى الفاغنر على دولة روسيا تنين غيوصلنا، في انتظار حبس العالم الأنفاسه وترقب هذه الحرب هذه باش غادا تخرج وشنو هي النتائج ديالها على دولة روسيا وأوكرانيا والدول المساندة من الخفاء والعالم بأكمله.